ازيكم يا شباب؟ دي تكملة قصة سبايدر مان نوار، نسخة سبايدر مان المظلمة اللي كان عايش في الماضي من حوالي 100 سنة في عالم يحكمه الجريمة والفساد. أحلى حاجة بحبها في النسخة دي إن المواضيع اللي بتناقشها مواضيع تحسها نوعا ما عميقة وبتعكس الواقع عندنا. بيتكلموا في السياسة كتير وإزاي السياسة الأمريكية بوظت جيل كامل من البشرة السوداء، ودي حاجة أنا بحترمها الصراحة. النهاردة هنشوف نهاية قصة سبايدر مان ضد ساند مان ودكتور أوكتافيوس وهنعرف هم عملوا إيه. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا. تعمل سبسكرايب لو لسه اول مره في القناه وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقه وحابب المحتوى. ويلا بينا بننتقل لداخل نادي سيفنز هيفن وبنشوف سبايدر مان مستلقي على الارض لا حول له ولا قوه. ساند مان ماسكه بايديه الاتنين وزعيم الجريمه المقنع ماسك المشرط وبيقرب من وشه وبيقول لساند مان امسكه كويس، انا مش عايزه يعافر وانا بفتح بطنه. سبايدر مان بيقدر يحرر ايده من تحت ايد ساند مان وبيطلق عليه شباك في وشه وبيمسك ايد زعيم العصابه قبل ما يقطعه وبيضغط عليها بقوه لحد ما صوابعه بتتكسر. بنشوف ساند مان اتحرر من شباك سبايدر مان وبيبخته بضربه من ظهره بتوقعه على الارض. زعيم الجريمه هنا بيقطعهم وبيصرخ اللعنه لقد حطم اصابعي اقتله. بيبدا ساند مان ينهال بالضرب على بيتر بكل قوته ضربه ورا الثانيه بدون اي رحمه. كل ده والشرطه وصلوا للمكان اللي فيه سبايدر مان. واحد فيهم متردد يخش المكان عشان معهمش اذن تصريح، ولكن المحقق دي وولف بدون تردد بيقطعه. بيكسر الباب برجله ومسدسه في ايده وبيصرخ محدش يتحرك. بنشوف ساند مان مكمل ضرب في سبايدر مان. العميل دي وولف بيوجه سلاحه في اتجاه ساند مان وباقي المحققين بيوجهوا اسلحتهم لرجاله العصابه. بنشوف زعيم الجريمه ماسك ايده من الالم وبيحاول يستخبى. العميل دي وولف اقف مكانك. ساند مان بيكمل ضرب في سبايدر مان بوحشيه وبدون توقف، مش عايز يسيبه ومش مهتم باي حاجه بتحصل حواليه. سبايدر مان بيحاول يقول بصعوبه ده ساند مان، ده ساند مان. العميل دي وولف بيتعصب وبيصرخ اتركه والا ساطلق عليك الرصاص. كل ده وسبايدر مان وشه مهشم بالارض، قناعه مغطى بالدم، مش قادر يتحرك. بيبدا يغني بهذيان بيجي في الليل عشان يسرق عيونك وريحته ريحه الدم، ريحه الموت والفورماليد. العميل دي وولف بيفيد بيه الامر، بيدي تحذيره الاخير، ولكن ساند مان الغضب عميه مش بيسمعه، مصمم على قتل سبايدر مان. بنسمع صوت ضربات الرصاص، طلقه بتتضرب على ظهر ساند مان، ولكن وسط صدمه الجميع الطلقه مش بتاثر فيه. بيستمر بتهشيم وجه ضحيته، عيونه بتلمع كالمفترس اللي مش هيسمح لحد يشغله عن فريسته. هنا الشرطي بيتعصب وبيقول في فزع ده لسه بيتحرك، الشيء ده مستحيل يكون بشري. ساند مان بيسيب سبايدر مان بعد ما الدم والكدمات تنثرت في كل مكان في وشه، وبيلف على وشه ملامح الغضب ناحية رجال الشرطة. بيقوم من على الأرض، بنشوف إيده القاسية فيها شظايا من عظم وش سبايدر مان وبيقرب منهم مسرعا. العملاء بيتفزعوا، بيبدأوا يفضوا خزان أسلحتهم عليه خوفا على حياتهم، وبعد عدة طلقات بيسقط على الارض صريعا لافظا انفاسه الاخيره. زعيم الجريمه بيبدا يهرب وبيقول لجنوده اخرجوا من هنا قبل ما يعمروا اسلحتهم. العميل دي وولف بيصيح في جنوده بسرعه الحقوهم قبل ما يهربوا. بنشوف زعيم الجريمه هو ورجالته بيخرجوا من النادي بسرعه وبيقول لرجالته يختفوا على ما يتواصل معاهم، وبيقلع قناعه وبيجري ويندمج وسط الناس. سبايدر مان بيقول للعميل دي وولف بصعوبه انا اعرفك. دي وولف بيحاول يشيل القناع من على وش سبايدر مان عشان يعرف هو مين. سبايدر مان بيبعد ايده وبيقول له انا شفتك خارج مكتب التحقيقات مع جثه، هل انا رهن الاعتقال؟ دي وولف انت مش مشكلتي دلوقتي، وبيساعده انه يقوم ويقعد على الكرسي. سبايدر مان بيحاول يداري وشه بسبب القناع المتقطع من كتر الضرب. دي وولف انا سمعت انك قفلت المكان هنا، هل ده سبب ان ساند مان بيضربك؟ سبايدر مان اعتقد ان في قصه اكبر ورا النادي، مؤامرة سياسية. زعيم الجريمة على علاقة بمنظمة الكلان العنصرية والكارهة للسود وأصدقاء ألمانيا الجدد. دي وولف بيرد بتعجب النازيين؟ سبايدر مان بيبصله وبيقول هما بيخطفوا السود من الشارع وانا اعتقد انهم بيقتلوهم. دي وولف تقدر تثبت حاجه من الكلام ده؟ سبايدر مان بيبصله وبيقول له عمرك سمعت عن شغب 1863 ثورة العصابات في منهاتن؟ مسكوا كل شخص اسود، ضربوهم، حرقوهم، شنقوهم على عواميد النور في الشارع. دي وولف بيرد بتعجب انت عارف تاريخك كويس بيتر،
انا عندي صديق متخصص في تاريخ العرق الاسود. بيفكر في نفسه وهو باصص لجثة ساند مان وبيقول ساند مان ريحته كانت مليانة فورمالديد، وبيفتكر دكتور اوتو وهو بيعتذر له عن ريحة الدم والفورمالديد لما قابله. بيسأل العميل انت تعرف ايه عن دكتور اوكتافيوس والمعمل بتاعه؟ العميل بيرد عليه ان الدكتور خارج النطاق، انه محمي من جهة سيادية كبيرة بتمنع اي حد انه يأذيه. سبايدر مان بيبدأ يطلع على السلم ببطء في طريقه للخروج. تخطي الحدود هو شغلتي، انا اقدر اروح الاماكن اللي سلطتك ما تسمحلكش انك تروحها. بعد فتره قصيره بنشوف سبايدر مان رايح فوق نادي القطه السوداء فوق غرفه فيليشا. بنشوفه بيحاول يمسك حافه المبنى بصعوبه وبيقول في نفسه ما ينفعش اروح انقذ روبي بحالتي دي، لازم اخد قسط من الراحه. ما ينفعش اروح بيت العمه ماي، هتموت من الرعب لو شافتني مغطى بكل الجروح والكدمات دي. لو كان ساند مان قتلني. بنشوف فيليشا بتدخل غرفتها وبتقول لقطتها مالكم مفزوعين ليه. بعدها بتلمح بيتر قدام باب البلكونه مرمي على الارض والقطط بتلحس من الدم اللي نازل في وشه. بتتخض وبتجري عليه وبتنادي باعلى صوتها بيتر. بتقلعه هدومه وبتاخده على السرير وبتبدا تداوي جروحه وبتمسحها بفوطه. بيتر بيقول في نفسه في حاجه غريبه في فيليشا، حاجه بتخليني عايز اقول لها كل حاجه واثق فيها. بيبدا كلامه وبيقول لفيليشا اعتقد ان روبي على جزيره أليس ودكتور اوكتافيوس داخل في المشاكل دي كلها بطريقه ما، والعميل دي وولف بيقول انهم مش قادرين يلمسوه. فيليشا بتسيبه وبتروح ترمي الفوطه في الزباله وبتحط ايديها وبتمسح على جبينه وبتطمنه وبتقول له انه في امان. بيتر بيصحى من النوم وبيتمطع في السرير. فيليشا بتقول له ها حاسس بتحسن؟ بيرد انا دايما بحس بتحسن لما بنام هنا. كويس امشي دلوقتي بقى. بيلمس هدومه على وشه علامات الاحباط وبيقول لها انت دايما بتخليني امشي اول ما اصحى. فيليشا انا مستنيه حد. الراجل اللي كان هنا من كام يوم. فيليشا بتبص له بتقول له في غضب انت بتتجسس عليا. هنا الباب بيخبط. فيليشا على طول بتقول له يمشي. بتروح ناحيه الباب وبتستنى لحد ما بتتاكد ان بيتر مشي من المكان. بنشوف راجل واقف قدام الباب وبيقول لفيليشا ازيك يا جميله. فيليشا بتبص لايده المربوطه وصوابعه متجبسه وبتقول له ايه اللي حصل لك؟ الراجل مفيش، احدى الحمقى جه في طريقي وكان لازم اعرفه مين هو الزعيم. وبيحط ايده على ظهرها وبيضمها ليه وبيقول لها خليك انت معايا بس انا بترقى بسرعه وقربت من القمه. هل فكرتي في العرض بتاعي؟ فيليشا بتجاوبه 49% يا سامي، ده اللي انا اقدر ابيعهولك من نادي القطه السوداء. النادي هيفضل باسمي للابد وعمري ما هتخلى عنه ابدا. بيمر الوقت وبنشوف فيليشا قاعده جنب سامي وبتساله انت تعرف ايه عن اختفاء السود في هارلم؟ سامي ملامح وشه بتتغير وبيتخض وبيقول لها انت بتساليني ليه؟ فيليشا بتبص لسامي اللي بيوجه قبضته عليها. انا فكرت انك تعرف ايه اللي حصل، انت عندك علاقات. سامي بيبص لها بوجه مليء بالغضب وبيمسك وشها بايده وبيضغط عليه. خلي نفسك خارج الامور اللي ما تخصكيش. بيسيبها وبيخش الحمام عشان ياخد دش. بيبص جنبه على الزباله وفجاه بيلاحظ فوطه متلطخه بالدماء. بياخدها وبيطلع. بيسال فيليشا مين اللي كان هنا بعصبيه. فيليشا بتتخض وبتقول له مفيش حد. سامي بيخرج للبلكونه وبيشوف رسمه ايد بيتر على السور بالدم. سامي بيدخل الغرفه تاني وبيمسك فيليشا بايده الاتنين وبيقول لها ده كان سبايدر مان، انت كنت بتخونيني مع المسخ ده. بيشدها بكل قوته وبيخبط دماغها في المرايه اللي بتتكسر على وشها وبتسبب لها جروح. بيشوف دمها بينزل ولكن وشها بارد، مش عايزه توريله انها متألمه، مش عايزه ترضيه وتصرخ. بيمسك القناع اللي في ايده وبيقول لها انت بتحب الاقنعه دي، الحاجه اللي بتثيرك صح؟ وبيلبس القناع وبيبص لها بعينين مليانه شر. ايه رايك في قناعي ده؟ فيليشا بتبص له وهي على الارض برعب وخوف. بيمسكها وبيزقها اتجاه الحيطه وبيسالها هو مين وازاي يلاقيه. فيليشا بتبتسم وبتقول له في تحدي مفيش حاجه هتقدر تعملها هتخليني اتكلم او اقول لك اي حاجه، انت سامعني؟ سامي بيرد عليها بابتسامه ما تقلقيش انا سامعك كويس ومصدقك. بيقرب منها وهو ماسك قطعه من الزجاج على الارض وبيضحك بصوت عالي. بيمر ساعات قليله بنشوف بيتر مستخبي على سقف عباره رايح لجزيره أليس. بيوصل لدكتور اوتو اوكتافيوس وبيسمعوا هو ودكتور كونر بيتكلموا. دكتور اوكتافيوس بيبدا كلامه تعالي هنا يا فتاه ناوليني الكاس ده. بنشوف بنت اللي اوتو اختارها عشان يعمل عليها العمليه ووشها لا يعلوه اي نوع من انواع الملامح وهي بتقدم صينيه عليها كاسين لدكتور اوتو بطواعيه تامه كانها روبوت. اوتو بيقولوا على وشه ملامح النصر. شايف يا كونر هي فاهمه ومطيعه ازاي؟ هي لسه محافظه على قدراتها الحركيه وتعرفها على اللغه وما عندهاش اي نوع من انواع الاراده الحره. بيكمل كلامه بعد ما البنت ادته الكيس. طول ما هي بتاخد القدر العادي من الراحه هتكون قادره على اطاعه الاوامر. كونر بيقرب منها وبيتاملها وبيقول
بيقول هي تعرف ان عدم الطاعة هيتقابل بالعقاب. اوتو هو بياخد رشفة من كيسه، اي حيوان بيشتغل لازم يتطلب ظروف عادية. انا دايما هرشح اكتر طريقة ادمية للتعامل معاهم. وبنشوف القرد بتاع الفصل الاول وفروة راسه متشالة ومخه باين وعينيه فيها نظرات جنون في القفص. ما تقلقش، انا هعتني بيهم بالطريقة الصح، مش هأذيهم ولا هعملهم وحش عشان يطلعوا لنا احسن نتائج. احنا مش وحوش يا دكتور كونر. بنرجع تاني لبيتر وهو بيبص للبنت وبيقول في نفسه يا الهي، روبي كان صح، اوكتافيوس مختل عقليا. سبايدر مان بيقرر يتدخل، بيجري باقصى سرعه للزنزانه اللي اوتو بيحبس فيها عينات التجارب الخاصه بيه. سبايدر مان بيكسر القفل، بيبدا يحرر المساجين واحد ورا التاني. اوتو كل ده في الغرفه المجاوره لسه بيتكلم. انا مش شايف ايه المانع في اللي احنا بنعمله ده، مجرد خرم بسيط في الفص الجبهي. بنشوف الناس بتجري بره الزنازين وبيتر بيدخل جواها بينادي على صديقه، ولكن لا حياه لمن تنادي. بيلف في ارجاء السجن لغايه ما بيلاقيه اخيرا. كل ده واوتو لسه بيتكلم. العينة بتاعت النهاردة هتعيش حياة مثمرة وراضية بدون أعباء أو اهتمامات الإرادة الحرة. أنا تقريبا بحسده. سبايدر مان بيلف روبي اللي كان مديله ظهره وبيحط إيده على كتفه، مش قادر يشوف إن خلاص روبي انتهت حياته، اتدمرت بالكامل، اتحول لآلة مهمته إطاعة الأوامر بس. سبايدر مان بيوطي على الأرض وبيمسك روبي من كتفه وبيبص في عينيه الجاحظتين وبيقول روبي تقدر تقف على رجلك؟ انا هاخدك الى المنزل. وبيكمل كلامه في حزن على صاحبه. جلوريا مستنياك، بس روبي ما بيستجبش، ما بيعملش اي ردة فعل. سبايدر مان بيوجه كلامه لباقي المساجين، انا عايزكم تتحركوا بهدوء وخفة لحد ما نخرج من المبنى. بعديها بننتقل لدكتور اوتو اوكتافيوس في المعمل الخاص بيه وبنشوف معاه زعيم الجريمة. زعيم الجريمة بيلم كل ابحاث دكتور اوتو. دكتور اوتو بيصيح بعصبية وقف اللي انت بتعمله ده مجهود حياتي، دي سنين من عمري اللي انت عايز تحرقها. زعيم الجريمة بيقول وهو بيكمل جمع الملفات والمستندات، دي اوامر جوزيف انسل، كل حاجة لازم تختفي، كل ورقة لازم تتحرق، وكل واحد من السجناء لازم يموت. اوتو بيصيح عينات التجارب انت مالكش الحق انك تعمل فيهم كده. فجأة وبدون تردد كرايم مانستر بيطلع نصل من جيبه وبينحر عنق البنت اللي واقفة جنبيهم. البنت بتقع على الارض ميتة. بنشوف زعيم الجريمة بيمسح النصل بتاعه بمنديل وبيقول لاوتو ده ما كانش صعب. اوتو بيصيح وهو في عجز في انه يعمل اي حاجة، انت ايها الوحش. زعيم الجريمة بيحط نصل على رقبة اوتو وبيكمل اسمع ايها المعاق الاحمق، العملية دي كلها معرضة انها تتفضح للعامة لو ما تخلصناش من كل شيء. بيمسك سماعة التليفون وبيقول له لو مش مصدقني يكلم جوزيف، اسأله بنفسك. بنشوف زعيم الجريمة بيخرج من الغرفة وبيسأل دكتور كونر المحرقة منين، والمساعد بتاعه بيشيل جثة البنت وماشي وراه. كونر بيشاور له وبيقول له من الاتجاه ده. بنشوف اوتو ماسك التليفون وبيكلم جوزيف وعلى وجهه ملامح الغضب العارم. ماذا يحدث بحق الجحيم؟ زعيم الجريمة هنا وبيهدد انه جوزيف بيقاطعه بهدوء بيكمل انا اسف يا اوتو، انا ما عنديش حل اخر. انا عارف قد ايه شغلك مهم لينا كلنا، بس لما منصبي يكون معرض للخطر بيسكت لثواني وبيكمل كلامه احنا في ايدينا ان احنا نشكل المستقبل السياسي للبلد دي، بس ما ينفعش نعرض ده للخطر. عموما انا هيأت ليك مكان جديد تقدر تكمل فيه التجارب بتاعتك، مفيش حد هيزعجك تاني هناك. اوتو ماذا عن زعيم الجريمة؟ انا مش هتعامل مع الخنزير ده مرة اخرى. جوزيف هو بقى عائق، اطمن لما الامور تهدى وتستقر هنخلص منه. بنشوف زعيم الجريمة واقف امام محرقة كبيرة ووراه مساعد الخاص بيه شايل جثة البنت وبيرمي الابحاث في المحرقة. بيقفوا هما الاتنين قدام المحرقة بيتفرجوا على الجثة بتتحرق هو وكونر بيقول على الاقل 24 سجين كمان لسه مستنيين في الزنزانة بتاعتهم. زعيم الجريمة كل ما بدأنا اسرع كل ما كان افضل. زعيم الجريمه بيدي اوامره لمساعده انه يقتل كل المساجين في الزنازين، مش عايز حد فيهم يهرب. هنا سبايدر مان بيتدخل بيباغت العصابه من فوقهم بشباكه وبيبدا يخضعهم واحد ورا التاني. ده بيحرض باقي المساجين اللي حواليه اللي بيتدخلوا بيضربوا رجاله زعيم الجريمه، وروبي واقف في مكانه وما بيعملش اي حاجه. زعيم الجريمه بيتسلل من ورا روبي وبيمسكه من رقبته وبيوجه النصل لرقبته وبيقول لسبايدر مان توقف ايها الرجل الحشره والا هقتله زي ما قتلت عاهرتك الغبيه حبيبه القطط. سبايدر مان بيوقف ضرب في المجرم اللي كان ماسكه وبيقول في صدمه فليشا
انت قتلت فليشا؟ وبيلتف لزعيم الجريمه. زعيم الجريمه بيرد كان لازم اقتلها، انا ما بشاركش نسائي. بنشوف واحد من رجاله زعيم الجريمه جه يحذره وبيقول له لازم نهرب. من بعيد بيوصل قارب مليان عملاء فيدراليين وبينزل منه عملاء مدججين بالاسلحه وبيتبادلوا اطلاق النار مع رجاله زعيم الجريمه. بنرجع لزعيم الجريمه بيقول للمساعد بتاعه عطلوهم. سبايدر مان بيستغل الفرصه، بيوجه كلامه للكرايم ماستر ورجالته مصرحا ليه هيعملوا ده؟ انت الوحيد اللي قتلت حد هنا، لو محدش منهم ضرب على العملاء هيقدروا يهربوا، لكن لو ضربوا النار هيشاركوك حكم الاعدام. رجاله زعيم الجريمه بيستوعبوا كلام سبايدر مان، بيبداوا يخافوا وبالفعل كلهم بيبداوا في الهرب. هنا بيظهر دكتور اوتو من وراه وبيقول مبتسما اعتقد انهم متجهين للقارب بتاعك وما اظنش انهم هينتظروك. زعيم الجريمه بيرجع لسبايدر مان وبيقول له ما تتحركش اكتر والا هدبح الزومبي اللي في ايدي ده. دكتور اوتو بيرد لو سبت الرهينه بتاعتك عشان تهرب سبايدر مان مش هيخليك تهرب، معضله عصيبه مش كده؟ وبيجز على اسنانه وبيكمل انا ما عنديش الرفاهيه اني اجري عشان انا معاق زي ما انت قلت من شويه. فجاه عين دكتور اوتو بتلمع، وشه بيتغير وبسرعه وبدون رحمه بيوجه ايد من المجسات بتاعته لظهر زعيم الجريمه، بيغزه بضربه غائره. النصل بيقع من ايد زعيم الجريمه وهو بيصرخ في الم. زعيم الجريمه بيلف وبيواجه اوتو. اوتو بيكمل طعنه بادواته، بيشرح جسمه، صوت صراخه بيسعده، بيرفعه بسكاكينه في الهواء صارخا انا سمعت انك بتحب تقطع ضحاياك، بيقولوا انك فنان. بيشيل القناع بايده وبيطعنه في قلبه بايده الاخرى. زعيم الجريمه بيبدا يستنجد بسبايدر مان، بيعيط وبيصرخ بصوت عالي، جسمه بيتقطع قدامه. كل ده وسبايدر مان واقف بيتفرج عليه مش عايز يتحرك. هنا دكتور اوتو بكل قسوه بيشق بطن زعيم الجريمه بطريقه وحشيه، بيتناثر الدماء في كل مكان والقناع على ايد من مجسات اوتو لغايه ما كرايم مانستر بيسقط على الارض قتيلا ومشوها بالكامل. دكتور اوتو بساعتها بيوجه انظاره لسبايدر مان وبيقول له اتمنى انك تمدحني بعد اللي عملته ده، وبيقدم القناع لسبايدر مان. سبايدر مان بياخد القناع وبيرد امدحك؟ اوتو بيقول بسخريه في المحاكمه بتاعتي اذا كان في محاكمه اصلا هعرفهم ان ده كان مشروع الدوله وانا عندي اصدقاء في مناصب عليا. سبايدر مان بيرد في غضب مش هيكون في محاكمه. بنشوف سبايدر مان بيهجم على اوتو بسرعه وبيبدا في تكسير مجسات اوتو، بيتفادى ضرباته بخفه. اوتو بيصرخ في هلع انت مفكر اللي انا عملته ده يستاهل اموت علشانه؟ سبايدر مان بيكمل تدمير مجسات اوتو وبيرد قول لي انت، وبياخد اخر دراعه. ودكتور اوتو بيصرخ بفزع وهو عاجز عن الدفاع عن نفسه. سبايدر مان بيخنقه، بيدفعه اتجاه الحيطه وبيصرخ وهو بيخنقه انت عمرك ما هتعمل عمليه لحد تاني يا اوكتافيوس، ولسه هيوجه له الضربه الاخيره. بيسمع صوت من وراه بيقول له اقف مكانك سيبه من ايدك. وهنا بنشوف العميل دي وولف موجه سلاحه ناحيه سبايدر مان وبيصيح لو قتلته عمرنا ما هنعرف مين ورا الفوضى دي، صديقتك كلمتني يا سبايدي. الكلمه بتنزل على سبايدر مان زي الصاعقه اللي بيستسلم وبيسيب اوتو من ايده. دي وولف بيكمل قالت لي ايه اللي بيحصل هنا؟ سبايدر مان فليشا؟ دي وولف انا معرفش اسمها. سبايدر مان بيبص هو والعميل على جثه زعيم العصابه وبيقول هو قال انها ماتت. دي وولف هي دي دايما الفكره مع المجرمين، انك ما تقدرش تثق في كلمه طالعه من فم مختل عقلي قاتل زي ده. بنشوف سفينه في البحر عليها المساجين والعملاء وسبايدر مان ودكتور اوتو مقيد بالكرسي بتاعه. القبطان بيقول للعميل في رساله جايه من امن الميناء انهم مسكوا مركب مليانه برجال العصابات. دي وولف بيبتسم وبيقول من الظاهر اننا مسكنا كل الاطراف عدا الشخص المتحكم في الخفاء، بس في النهايه اوتو هيعترف. سبايدر مان بيودع روبي وبيقول له الناس اللي هنا هياخدوا بالهم منه. بعدها بينطلق باقصى سرعه اتجاه بيت فليشا، بيقدر يوصل لبيتها اخيرا، بيخش عشان يطمن عليها ولكنه بيقابل حارسها الشخصي اللي بيقول له ان فليشا في خير بتتعالج في عياده خاصه دلوقتي. بيتر بيساله في خوف ايه اللي حصل هنا؟ ليبي بيرد بصرامه هي مش عايزه تشوفك تاني ابدا يا سبايدر مان. بيتر بيمسكه من ياقه رقبته وبيقول له في غضب قلت لك هي فين؟ حارسها بيجاوبه انت هتسيبها في حالها، هي اتأذت بسببك. بيتر بيتوجع من كلامه، بيدرك انه على حق فبيقرر يسيبه وبيخرج من البلكونه حزين. بننتقل بعديها لبيت كارفر في واشنطن. بنشوف روبي قاعد على الكرسي بدون حركه وجلوريا بتقول له عندك زوار، بس هو مش بيعمل اي ردة فعل. بيتر بيقول في نفسه جسديا هو بخير بس مفيش حاجه نعملها عشان نقدر نصلح الضرر اللي في مخه. ماي بتواسي كارفر وكارفر بيسأل بيتر اللي اترسمت على وشه ملامح الحزن هو وام جي سمعت ان دكتور اوكتافيوس مش هيحاكموه. بيتر بيصيح في تعجب ازاي مع كل الادوات والشهود اللي لقوها معاه دي؟
كارفر بيقول وعلى وشه نظرة احباط. ده اللي العميل دي وولف قاله ليا وهو بيعتذر جدا، شكله راجل طيب قوي. جلوريا بتصيح وهي بتمسك دموعها، العالم فعلا مليء بالرجال الطيبين. كارفر بيكمل تقريبا الحكومة عقدت معاه صفقة لانه كان بيشتغل في مشروع للدولة، المحاكمة هتكشف اسرار للدولة وقرروا يرحلوه لألمانيا. بيتر بيقول باحباط ازاي يعملوا كده، هم مش عارفين انهم كده بيدوا له فرصة انه يكمل تجاربه المريضة. بيبدأ في البكاء وبيوجه انظاره لصديقه وبيقول له انا اسف يا روبي. بيطلع هو وماري جين يقعدوا بره. ماري جين بتحاول تهديه، بتقول له انت لازم تبطل تلوم نفسك، ما كانش فيه حاجه تقدر تعملها. بيتر بيقول بحزن وهو باصص في الارض انا بخسر كل الناس اللي انا بهتم بيهم. ماري جين بتمسك ايده وبتقول له انا موجوده هنا علشانك. بننتقل لمطار في المانيا النازيه وبنشوف طياره بينزل منها دكتور اوتو وفي جنرال كبير في انتظاره. دكتور اوتو بيحييه التحيه النازيه وبيقول له شرف ليا اني اقابلك. الجنرال بيبص على اعاقه اوتو باستحقار وبيقول له انا كنت معتقد انك معاق بسبب اصابه. دكتور اوتو بيبص في الارض وبيقول في حزن انا حالتي عيب خلقي. الجنرال بيمشي في غضب وبيقول لباقي جنوده مشوه من هنا. بيجري وراه جندي وبيقول له الدكتور وابحاثه ممكن يكونوا فايده كبيره لينا يا سيدي. الجنرال بيرد انسان معيوب مش هينتج غير افكار معيوبه. رؤيه المانيا النازيه ما بتشملش المعاقين او المنحرفين. بنرجع لشقه فليشا بنشوفها قاعده هي وليبي. سبايدر مان بيراقبها من بعيد وبيقول في نفسه فليشا رجعت شقتها، ما بتستقبلش زوار غير ليبي. هي قالت انها مش عايزه تشوفني تاني وانا بحترم ده، بس احيانا باجي اشوفها بتبص من بلكونتها على المدينه. ليبي شرح لي هو لقاها ازاي، التليفون في ايديها وهي بتكلم العميل عشان يجي يلحقني. انا عارف انها خفت دلوقتي وبقت احسن وكل جروحها التأمت وكسورها التحمت، مفيش حاجه باقيه غير جروح وجهها. بنشوف فليشا لابسه قناع بتبص في غضب على المدينه وبتقسم على الانتقام من الجميع. وبتنتهي القصه على كده يا اخوانا. اتمنى تكون عجبتكم. قول لي انت رايك في الكومنتات يا معلم، واهم من كل ده ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا. تعمل سبسكرايب لو لسه اول مره في القناه وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقه وحابب المحتوى. وبيس.